السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم سوف أقدم لكم طريقة تحضير جراتان بالبطاطس على شكل بيتزا بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة جدا. لنبدأ على بركة الله. لدينا 500 جرام من البطاطس المسلوقة في ماء مملح ومطحونة جيدا، ولدينا زيتون أخضر مقطع إلى دوائر، ولدينا جبن مفروم وقطعة من الجبن المثلث والفلفل الأسود وعلبة من التونة التي قمت بتصفيتها من الزيت، والقليل من البصل. يقلى البصل مع قليل من الملح والفلفل الأسود وزيت التونة. ولدينا صلصة طماطم التي قمت بتحضيرها في فيديو سابق، سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو. نضيف القليل من الفلفل الأسود إلى البطاطس، ثم قطعة الجبن، ثم نقوم بخلط البطاطس مع الفلفل الأسود وقطعة الجبن. أخذ المول أو القالب الذي سوف يدخل إلى الفرن، ثم أقوم بدهنه بالزيت. أدهنه من الوسط بالزيت، ثم الجوانب، ثم أقوم بتبسيط البطاطس في وسط القالب. ثم أقوم بإضافة الصلصة، كما قلت سابقا. سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو لهذه الصلصة. ثم أقوم بتوزيع البصل، ثم أقوم بإضافة التونة، ثم أضيف الزيتون الأخضر المقطع على شكل دوائر، ثم أوزع الجبن المفروم، ثم ندخله إلى الفرن حتى يذوب الجبن. للإشارة، قمت بتسخين الفرن لمدة 5 دقائق. هذا هو الشكل النهائي لجراتان بطاطس على شكل بيتزا. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك على قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل أن تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.